مصر بلد الخير، خيرها في أرضها، في نيلها وزرعها، في ناسها وأهلها، إخلاص وعزيمة بنتها وابنها. مصر بلد الخير، المصري يعشق ترابها، وهي تعشق عرقه اللي رواها ودمه اللي فداها. وكل يوم بنكتشف خير أكتر مصر شايلهولنا جوه أرضها ونيلها، جوه بحرها وجبالها من آلاف ويمكن ملايين السنين. الأرض الطيبة اللي بتقول سرها لكل من حبها واداها، النهاردة بتدي شباب مصر خير وثروة وأمل أكبر في بكرة. من أكتر من 120 سنة اكتشفنا البترول في أراضي مصر، اهتمينا بيه اهتمام بسيط ما زادش إلا بعد 80 سنة لما مصر ابتدت ثورة صناعية جديدة، ومن أول الثمانينات دخلنا مرحلة جديدة. رجالة مصر نزلوا صحاريها، استكشفوا وجربوا، درسوا وفكروا، لقوا الخير، سواعدهم طلعته، وبنوا حواليه مواقع استخراج في شهور وسنين، جهد ملوش آخر، لحد ما بقينا نصدر ونشغل شبابنا وندخل عملة صعبة لبلادنا، والبترول بقى أهم مصادر دخلنا. وقبل الألفية الجديدة ما تبدأ كان لازم مرحلة جديدة، نفكر لبكرة زي ما بنفكر للنهاردة واكتر. منظومة كاملة لإعادة الهيكلة وزيادة الاكتشافات وإنتاج البتروكيماويات ودعم الصناعات المحلية ولكل أغراضنا الاستهلاكية، وتحسين البيئة وتشغيل شبابنا في صناعة واعدة الدنيا كلها محتاجاها ومستنياها. الصادرات العام الماضي بتحقق أعلى معدل حوالي 10.6 مليار دولار. الاستثمارات العام الماضي المرتبطة بالبحث والاستكشاف والتنمية والمشروعات حوالي 3.6 مليار دولار. العملة الصعبة في القطاع ده مش بس تصدير، لا ده كمان توفير في الاستيراد. كنا ممكن نستورد بحوالي 20 مليار دولار لولا انتاجنا اللي وصل للصناعة والمستهلك بربع القيمة دي. الحكاية مش بس صادرات وواردات وأرقام وبيانات، في شباب مهندسين وخبراء وحفارين بيقضوا أغلب وقتهم في قلب الصحراء وفي عمق البحر لأجل ما العجلة تدور ويطلعوا لنا خير مصر. شغالين هنا في الصحراء الغربية، طبعا الشغل بتاعنا بيبقى متواصل ال 24 ساعة، بنحصل على الزيت بأعلى جودة ممكنة من خلال كيماويات بتبقى مهيئة للمعالجة على حسب مواصفات عالمية. شباب يفرح، أسمراني زي ابنك، بيشقى ويتعب عشان المستقبل. وصلوا بإنتاجنا ل71 مليون طن زيت وغاز، وده في حد ذاته إنجاز لأنه زود لنا 17 مليون طن في 8 سنين. احتياطي مصر اللي اتحط في حسابك للمستقبل في القرن ال21 $1000 لكل مواطن في حساب بكرة، 76 مليار دولار غير اللي أصلا موجود، قيمتهم هتزيد مع الزمن. شكرا يا ابن مصر، شكرا يا شباب مصر يلي ما نسيتوش تفكروا في بكرة لولادكم وولادنا. احتياطي أكبر من خير بلدنا. استكشاف واستخراج البترول والغاز محتاج خبرات عالمية واتفاقات دولية. شركات هتصرف في بلدنا أكتر من 4 مليار دولار ويمكن أكتر، وكل ما الاتفاقات تكتر الفرص تبقى أكبر. دولة زي مصر محتاجة استثمار أجنبي من ناحيتين، فلوس وخبرة. ولما كسبنا الخبرة بقى عندنا مشاريع بره مصر بننفذها في البلاد العربية،
قيمتها النهاردة 2.7 مليار دولار، ولسه بكرة في أكتر. جميع الدول العربية تقريبا حاليا بنشتغل فيها، بالإضافة دلوقتي احنا خرجنا خارج السوق المصري والسوق العربي، حاليا بنشتغل في تصميم مشروع كبير ضخم في فنزويلا. طبعا الناس اللي بتقوم بالتصميمات عندنا مجموعة من المهندسين المصريين، بنجيبهم أوائل الكليات وبندربهم تدريب كامل، هنعمل لهم برامج تخصصية. وزي ما كل حتة في أرض مصر أجدادنا سابولنا فيها أثر من حضارتهم، كل شبر فيه فرصة في الدلتا والوادي والصعيد وسينا والصحراء الشرقية والغربية وحتى في قلب البحر. اكتشافاتنا النهاردة بقى فيها اكتشافات بإيدين مصرية خالصة، كل خيرها يروح لمصر ولولاد مصر، والأمثلة كتير. كشف الحمد عبارة عن 4 آبار محفورين حاليا، ده إنتاج مصري بيخش خزانة الدولة بالبرميل بيساوي 2 أو 3 برميل من أي شركات مشتركة، حيث أنه لا يشاركنا فيه أي شريك أجنبي. إجمالي التكلفة لحفر هذه الآبار وإنشاء المنصة البحرية بيبلغ حوالي 45 مليون دولار. تم استعادتها بالكامل في ال4 شهور الأولى من عمر الإنتاج للحقل. مشروعات ضخمة لتصدير الغاز اللي منه مسال واللي في خطوط أنابيب لأسبانيا وإيطاليا وأوروبا وأمريكا، وخط عربي للأردن قرب يوصل سوريا، واللي في دمياط واللي في إيدكو واللي في الصحراء الشرقية والغربية. تعالوا شوفوا خط الصعيد لوحده طوله كام وبيشغل كام عشان ولاد مصر اللي في جنوبها. شبكة كاملة جوه مصر وبراها، كان لازم ليها مركز تحكم على أعلى مستوى، تكنولوجيا متطورة وعقول متفتحة. والله يا ولاد مصر بتتقدم بيكم. مركز التحكم القومي للغاز الطبيعي ناتا بيدير ويتحكم ويقوم بتوزيع كميات الغاز من خلال الشبكة الموحدة أو الشبكة القومية للغازات. بنأمن المستهلكين الشبكة القومية للغاز الطبيعي اللي هو بيتكونوا بيتكونوا من قطاع الكهرباء، قطاع الأسمدة، مصانع، شركات نقل وتوزيع الغاز. كنا زمان بنصدر بترولنا خام، النهارده بنكرره قبل ما نصدره. ده حتى الطيارات بتطير بمنتج مصري خارج من مجمعات كلنا نفتخر بيها في حجمها وجودة منتجها. تحديد سعر الغاز ووضع حد اقصى الحقيقه عمل برضو تاثير ايجابي جدا على الواردات بتاع البترول، لان هو حصل وفر لغايه النهارده نتيجه تحديد سعر الغاز ده مقارنه بالاسعار العالميه اللي كان المفروض ندفعها النهارده حوالي 9 مليار دولار. مصانعنا دايره بالغاز المصري، كهرباء بيوتنا النهارده دايره برضه بالغاز المصري، والخطه ان كل بيوتنا يوصل لها الغاز الطبيعي، وننسى الانبوبه وكل مشاكلها وتكاليفها على الناس وعلى اقتصاد البلد. احنا هدف وزاره البترول ان هي تنفذ 6 مليون وحده سكنيه خلال ال5 سنين اللي بدات السنه دي من 1 يناير، ده بخلاف الاعمال الصناعيه والتجاريه اللي الشركه بتقوم بتنفيذها، وخطوط النقل في المناطق اللي احنا بننفذها حاليا دلوقتي زي القاهره الجديده. وعندنا اتوبيسات وتاكسيات وعربيات بتستخدم الغاز وبيزيد عددها كل يوم، وكل ده مجرد خطوه. محطات الغاز بتكبر وبتزيد وناس اكتر بتستخدم. محطة الماظة دي أول محطة في الشرق الأوسط وأفريقيا تم افتتاحها في مصر، وهي حاليا أكبر محطة في العالم للجمهور، بتخدم من 2000 ل 2500 سيارة في اليوم بمعدل مبيعات يومي في حدود 30,000 متر مكعب. شارع العربية دي بقالها 7 سنين، وما شاء الله تبارك الله الغاز بالساعة ما طلع يعني أنا ركبته ووفر معايا وكويس والحمد لله رب العالمين. هو احسن من موضوع البنزين لانه بيوفر معانا جامد بالنسبه للشغل معانا. الثروه اللي جوه ارض مصر مش بس بترول، مصر ثروتها في معادنها واحجارها ورملها. مجلس علماء وحكماء بيديرها للمستقبل.
كل طن اسمنت بيحتاج الى حوالي طن ونص حجر جيري، يعني معناها عندنا اكثر من 50 مليون طن حجر جيري بتدخل في هذه الصناعه سنويا. ننتج حوالي 700-800 الف طن رمل زجاج للاستخدام المحلي لمصانع الزجاج المصريه، بل وبنصدر ايضا لايطاليا ولاسبانيا وللدول العربيه. لما تتلاقى العزيمه مع التخطيط الجيد لازم النتيجه تكون التقدم للامام، لأن الحكاية مش مجرد أحلام، تخطيط وجهد وعرق وعزيمة عشان مصر تفضل تتقدم بينا.